بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم حلقه جديده من جمهور الكوره. السبت سبت التفاصيل والاخبار والكواليس، فعزيزي المشاهد اربط حزامك، ركز معايا عشان تفهم الحدوته والقصه من الالف الى الياء. بقول الحدوته والقصه من الالف الى الياء يبقى بتكلم على اتحاد الكوره. والحقيقه انه خرج علينا مسؤول لجنه التحكيم بالامس بخبر صار جدا به من العبث ما به، وهو تراجع لجنة التحكيم واتحاد الكورة عن تدريب التحكيم والحكام المصريين على تقنية الفار وتقنية الفيديو. خليني أقول لك الحدوتة ماشية ازاي عشان تفهم بس الدنيا ماشية ازاي. الدوري بيبدأ بعض الأخطاء التحكيمية في الأول، بنيجي في منتصف الدوري منتصف الموسم بتتجه بعض القرارات إلى تدريب الحكام، إلى التميز التحكيمي للدوري المصري وهي أخبار غير صحيحة بنسبة 1,000,000,000%. وخليني أقول لك عزيزي المشاهد أن عنصر التحكيم في الدوري المصري هو العنصر المظلوم رقم 1، عنصر لم يأخذ نصيبه من التقدير والاحترام والتدريب بنسبة 1%. عنصر لم يهتم به تدريب من اتحاد الكرة أو لجنة التحكيم، بيواجه الكثير والكثير من الانتقادات. وخليني أقول لك عزيزي المشاهد إنه اللي أنت شايفه ده طبيعي 100%، بل ويشكر ويحمد من هذا الطاقم من التحكيم المصري انه قادر يكمل هذه المسيره في ظل الصعوبات الموجوده والعبث اللي موجود في اتحاد الكوره ولجنه التحكيم. خبر عبثي جدا، خبر بيدل على مدى الاستهانه بدوري له من الحجم والقيمة والقامة ما له. وعايز أقول كلمة لمسؤولين اتحاد الكورة، وده لأول مرة أوجه رسالة لمسؤول في اتحاد الكورة بالعامية كده، بالعامية. أنت فين؟ ما حسيتش على دمك من اللي بيحصل في السعودية؟ ما حسيتش على دمك من اللي أنت شايفه في الوطن العربي عموما؟ تقدم رهيب، وانت بدل ما تتقدم ناخد خطوه ناخد خطوتين، لا احنا بنرجع. تدريب الحكام على تقنيه الفار خبر صار جدا، قلنا وتفائلنا فيه خيرا بان ده هيكون بدايه تصحيح المسار للدوري والكره المصريه. بيخرج علينا بالامس مسؤول لجنه الحكام في اتحاد الكره بالغاء الخبر والتراجع بسبب هزيل جدا، وهو عدم وجود ما يكفي من الرصيد المادي في خزينة اتحاد الكرة. يعني كده مفيش فلوس بح. الخبر الثاني وهو خبر أيضا عن اتحاد الكرة وعن لجنة التحكيم، وهو الاستعانة بحكام كبار مصريين لتدريب الحكام الصاعدين في الدوري الدرجة الثانية. الحكام الصاعدين اللي بيحكموا درجة ثانية، مع كامل الاحترام والتقدير لحكامنا الكبار، حكام لهم من الرصيد ما لهم، ولكن أنا كدوري عايز حكام كفء، حكام 100%. الاستعانة بالخبير الأجنبي هو رقم 1، وهذا لا يقلل من الحكم المصري في شيء، ولكن تدرب الحكم بتاعك الصاعد على انه يكون لي شخصيه، يكون لي قرار جوه الملعب، ملهوش اي حسابات مع فريق. كده انت هتاخد حكم كفء، حكم 100%. ولو انك هتصرف شويه اصرف، ولكن هتشوف النتيجه، هتشوف حكام على اعلى مستوى.
ولكن يبقى هو السؤال: لما العبث بمنظومة اتحاد الكرة؟ ولما العبث بالكرة المصرية عموما؟ ومن يحاسب على كمية العبث الذي نراه في الكرة المصرية؟ ده كان بما يخص اتحاد الكرة. على الجهة الثانية، النهارده في تمام الساعة 7 مساء هتقام حفلة الدوري الأفريقي اللي بيشارك فيها النادي الأهلي، النسخة الأولى من الدوري الأفريقي. النهارده هتقام قرعة النسخة الأولى من الدوري الأفريقي اللي بيشارك فيه النادي الأهلي، واللي بنتمنى له التوفيق بإذن الله. فاصل ونرجع لأخبار النادي الأهلي. من زمان كتف في كتفك ومعك في أي مكان، بس تنادينا تلاقي الكون مليان. انت الامل وانت الكيان. احلام فين مطروح؟ لو اخر الدنيا وراك نفديك بالروح. عشقك في قلبي داوي اي جروح. اهتف باسمك مهما كان. احلام لا 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 رجعنا لأخبار النادي الأهلي، والخبر الأول هو خبر صار لجماهير النادي الأهلي، وهو عودة ثلاثي النادي الأهلي أكرم توفيق، كريم فؤاد، وإمام عاشور للتدريبات الجماعية، وفي نسبة كبيرة لالتحاق إمام عاشور بمباراة السوبر الأفريقي بإذن الله. السؤال المطروح والسؤال الذي يدور بدماغ وبفكر جماهير النادي الأهلي، وهو كيف يستعد الأهلي ومارسيل كولر إلى مباراة السوبر الأفريقي، وماذا عن المهاجم الجديد. الأهلي بيخوض مباراة ودية بمشيئة الله في النمسا يوم 5 سبتمبر، وهيرجع يوم 6 للقاهرة. وبالمناسبة كولر بيقرر منح راحة 48 ساعة من التدريبات للاعبين. هيرجع النادي الأهلي إلى القاهرة يوم 6، هيخوض مباراة ودية أمام طلائع الجيش يوم 11 سبتمبر، ثم تذهب البعثة إلى السعودية يوم 12 سبتمبر. النادي الأهلي هيخوض تمرينتين في السعودية على ملعب بمعسكر مغلق في السعودية، ثم يتجه إلى مدينة الطائف لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري. وبالمناسبة المباراة هتتلعب في مدينة الطائف بالسعودية. وهيقود البعثة السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي. وماذا عن المهاجم الجديد؟ حتى الآن عزيزي المشاهد، إدارة الأهلي عرضت على مارسيل كولر ما يقارب 50 مهاجم، واجهوا الرفض التام من مارسيل كولر، واللي أصر مارسيل كولر على القدوم باللاعب سوزا، واللي بيواجه النادي الأهلي المغالاة المادية من جانب الفريق الكوري. خلينا أشرح لك اللي بيحصل حاليا في النادي الأهلي بمنتهى البساطة. مارسيل كولر في حديث مع الكابتن محمود الخطيب قال له تفصيلا: أنا عايز سوزا، لو ما فيش سوزا أنا هكمل باللي عندي، سواء كهرباء، سواء بيرسيتاو، سواء صلاح محسن، على حسب توظيفه. إذا هناك شقين بهذه الخطة، وهي أن يجازف النادي الأهلي بعدم شراء مهاجم سوبر ويعتمد على ما لديه من اللاعبين، وهو هذا القرار الأكبر نصيبا حتى الآن.
لسه قدامنا وقت كبير، لسه قدامنا أيام كتير، ولكن من الواضح إنه حتى الآن هو القرار صاحب النصيب الأكبر حتى الآن. لسه قدامك وقت كتير، أيام كبيرة، تقدر تجيب المهاجم. قدامك طريقين، إما إنك تكمل بالمنظومة بتاعتك أو إنك تجيب المهاجم السوبر. في النهاية هو قرار كبير، قرار إنك تجيب مهاجم هو الأكثر احترافية والأكثر وثوقا والأكثر ثباتا. أنت النادي الأهلي، مش أنت مثلا في منتصف الجدول أو فرقة في آخر الجدول، أنت الأهلي، فيلزم أن يكون لديك منظومة كروية تليق باسم النادي الأهلي. لاعبين كبار، منظومة كروية كبيرة بيقودها أسطورة اسمه محمود الخطيب. في النهاية هو إنك تشتري مهاجم أو ما تشتريش هو أمر يرجع في المقام الأول لمجلس الإدارة، وفي المقام الثاني للمدير الفني وهو مارسيل كولر. مساعد مارسيل كولر الجديد برينجر بيقوم بحصة تدريبية بعد كل تدريب على تدريب الفريق كاملا وليس المهاجمين فقط، على إنهاء الهجمات بالنسبة للفريق كله، العرضيات في الحالة الهجومية وفي الحالة الدفاعية. إذن نستنتج من هذا الخبر ومن هذا المفهوم أن الأهلي قام بجلب صفقة جديدة، وهو ليس لاعب، هو مساعد، وهذا المساعد سيقوم بتطوير الكثير والكثير من مهام ومن قدرات اللاعبين داخل أرضية الملعب. في النهاية بنتمنى التوفيق للنادي الأهلي، سواء جاب مهاجم أو ما جابش مهاجم. بيمثل مصر، بيمثل دوري كبير، بيمثل بلد عظيمة في سوبر أفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري. بنتمنى له التوفيق، بنتمنى لكل الفرق المصرية التوفيق في البطولات الأفريقية، سواء بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا، نادي الزمالك في دوري الكونفدرالية، وفي أيضا نادي فيوتشر في الدوري الكونفدرالية أيضا. إذا هتعتمد على صلاح محسن، هتعتمد على بيرستا، وهتعتمد على كهربا على حسب التوظيف. بالنسبة للمهاجم أو بالنسبة عفوا للمدير الفني، هتجيب مهاجم سوبر سواء سوزا أو غيره، والأهلي بينتظر إنه سوزا ينتهي عقده لشراءه مجانا، شراءه فور فري كده، تمام؟ سوزا على آخر الشهر اللي جاي، شهر سبتمبر، هينتهي عقده مع الفريق اللي هو بيلعب فيه. فالأهلي بيفكر جديا في إنه يقوم بشراء سوزا بصفة مجانية دون أي مغالاة مادية من الفريق اللي هو بيلعب فيه. ده اللي بيفكر فيه النادي الأهلي، سواء نجح أو ما نجحش نتمنى له التوفيق في القرار اللي هو هياخده. فاصل ونرجع لأخبار نادي الزمالك. نرجع مع أخبار نادي الزمالك. ركز عزيزي المشاهد. الخبر الأول وهو أسوريو بيضع برنامج تأهيلي لمحمد عبد الشافي شيفو وعبد الله جمعة للاستعداد لانضمامهم للتدريبات الجماعية اللي هتكون ضمن المعسكر التدريبي للاستعداد للموسم الجديد للنادي الزمالك للفريق الأول لكرة القدم. الخبر الثاني، زي ما اتكلمنا عن النادي الأهلي وكيف يستعد النادي الأهلي وكيف استعد النادي الأهلي للموسم الجديد، على إنه أقام معسكر في النمسا. كيف يستعد نادي الزمالك للموسم الجديد؟ وهذا هو الخبر اللي كان شاغل دماغ كل الجمهور الزملكاوي في الشارع المصري. هيستعد نادي الزمالك للموسم الجديد عن طريق إضافة بعض الصفقات اللي حتى الآن لم يتم الإعلان عنها. استقر أسوريو على إنه هيستقر كمعسكر في مصر الجديدة، واستقر على إنه هينضم للمعسكر ده يوم 4 سبتمبر الجاري. وأيضا استقر على إنه هيخوض ميران يوم الأحد اللي هو غدا بإذن الله على فترتين، فترة صباحية كما هو معتاد وفترة مسائية هتكون بقيادة إخوان كارلوس أسوريو المدير الفني لنادي الزمالك. يبقى ده كيف استعد وكيف يستعد وكيف سيستعد نادي الزمالك إلى الموسم الجديد. الخبر الأخير بالنسبة لنادي الزمالك وهو خبر خاص باتحاد
السله، اتحاد الكره للسله. هقرا لكم اللي مكتوب. يقول لك انه يعاني الزمالك من ازمه جديده بشان الفريق الاول لكره السله في الزمالك لتاخر دفع مستحقات تسجيل القيد للاعبين. اتاخر نادي الزمالك في دفع مستحقات القيد بالنسبه للاعبين الجدد للفريق الاول لكره السله، حيث وافق اتحاد السله على انه هيقيد 8 لاعبين بالموسم الجديد فقط عقب تاخر دفع رسوم التسجيل. اذا اتحاد كره السله وافق انه يقيد 8 لاعبين من اللاعبين الجدد للموسم الجديد على ان يتم دفع باقي الرسوم لتسجيل باقي اللاعبين. مشكله مش كبيره، ان شاء الله تتحل. نتمنى لنادي الزمالك التوفيق، نتمنى للنادي الاهلي التوفيق، نتمنى لكل الفرق المصريه التوفيق. وكده عزيزي المشاهد تكون فهمتك الحكايه كلها من الف الى الياء، وكده حلقتنا تكون خلصت. اشوفكم على خير بكره ان شاء الله. تصبحوا على خير.